كلنا بنقف قدام المراية الصبح أول ما بنصحى. بس يا ترى هل انتي بتبصي في المراية وبدل ما تقولي الحمد لله تلاقي نفسك عمالة تعدي في عيوب، سواء بطني كبيرة، طب خدودي تخنت، أنا شعري وحش، أنا مش حلوة زي فلانة، وبعدها تخرجي من الحمام عادي جدا وتكملي يومك وتضحكي وتصلي وتشتغلي، بس لسه جواكي صوت دايما ثابت شغال طول اليوم بيقولك انتي مش كفاية أو انتي شكلك وحش. لو دايما ده بيحصل معاكي كل يوم تقريبا يبقى الحلقة دي ليكي. النهاردة في الحلقة السابعة من رحلة الأنوثة هنتكلم عن حاجة ناس كتير جدا مش عارفة قيمتها وبتتجاهلها، اللي هي علاقتك بجسمك هو أول باب لأنوثتك. يعني لو دايما حاسة إن جسمك العدو بتاعك فأنوثتك مستحيل تكون متوازنة، إنما لو انتي بتحبي جسمك كل حاجة هتبقى أسهل من قبل كده. سارة من وهي صغيرة كل ما تيجي تبص في المراية تسمع صوت انتي تخينة. الصوت ده في الحقيقة هي مش صوتها هي صوت ماما اللي كانت دايما تقول لها يا بنتي ما تلبسيش ضيق، جسمك وحش، الهدوم مش هتليق عليكي، انتي تخينة قوي فاللبس مش هيدخل عليكي. وصوت بقى جيرانها وخالاتها واللي هو بنت اختك ارفع منك بكتير وانتي مش عارف ايه، وزمايلها في المدرسة يقولوا لها يا دبدوبة. فالأصوات دي كلها اتجمعت جواها كده وتحولت لصوت واحد كبير جدا، اللي هو انتي جسمك غلط وعور. سارة كبرت ودخلت الجامعة واشتغلت واتجوزت، بس دايما دايما طول عمرها بتحارب في جسمها. فكل يوم تحاول تبدأ دايت جديد، وكل أسبوع ميزان ورعب بقى وعياط وجلد ذات، وكل شهر لو زادت ربع كيلو أو نص كيلو تقعد تعيط. فهي كانت فاكرة إن أنا لو خسيت ووصلت للوزن المثالي أنا ساعتها هبقى سعيدة، ولكن في الحقيقة هي سارة فعلا خست 15 كيلو، ولكن الصوت ده مسكتش. رجع بقى خلاص احنا خسينا 15 كيلو وبدأ يقول لها حاجات تانية بقى. طب بشرتك اللي هم كانوا عمالين يعيبوا عليها، طب شعرك اللي مش حلو، طب مناخيرك الصغيرة، طب انتي هتعملي ايه؟ فالموضوع زاد عن حده لأن هو أصلا من الأول المشكلة ما كانتش في الوزن، المشكلة كانت في علاقة نفسها بجسمها. فالنهاردة سارة قررت إن هي أنا مش هفضل أحارب نفسي، ومن هنا بدأت الأنوثة بتاعتها تتوازن والطاقة بتاعة الأنوثة بتاعتها تتفعل. طيب يا حبيبي، ليه أصلا علاقتك بجسمك مهمة ولازم تعرفيها أو لازم تحسنيها وتتقبليها وتتعاملي معاها؟ لأن الأنوثة هي إحساسك إنك ساكنة جوه جسمك بالراحة، بمعنى جسمك ده اللي بتعملي بيه كل حاجة، الوسيلة اللي ربنا اختارها ليكي علشان تعيشي التجربة دي على الأرض. جسمك بتعرفي تصلي بيه، بتسجدي بيه، بتدعي بيه، المكان اللي انت دايما بتحسي بيه باللذة الحلال، اللي هو أكل كويس، نوم هادي، ريحة حلوة، حضن دافي، كل ده ليه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجسمك. فلو انت مش مرتاحة في الحاجة دي عمرك ما هتبصي بتقبل وحنية للحاجة اللي انت بتعمليها. ولو انت مش مرتاحة في جسمك أو كل لما تيجي تبصي عليه تحسي بالعار أو الكره، فانت يعني ازاي الأنوثة هتطلع أصلا؟ ما هو أنا مش معقولة أكره الأرض واستنى منها تطلع لي ورد. فلو انت بتكرهي جسمك هو مش عيب فيكي، هو ده جرح محتاج ان هو يتعالج، والجرح ده غالبا جاي من واحدة او اكتر من الحاجات دي، زي تعليقات الاهل وده اولهم اصلا. انتي تخنتي والبسي واسع وانتي هتعرينا وانتي لبسك ضيق قوي، ولا بصي على بنت خالتك شكلها احلى منك وانتي عاملة في نفسك كده ليه. من هنا لبكرة بقى او من هنا للسنة الجاية، فالجمل دي اصلا لو كانت من باب النصيحة ماشي كانت ممكن نتقبلها شوية لو كانت هي بأسلوب ألطف شوية، إنما حتى لو كانت من باب النصيحة هي بتحفر جرح عميق جدا جدا في علاقتك بنفسك. تاني حاجة هي مقارنات طول الوقت، من وانتي صغيرة أختك أحلى، هي أرفع، هي أحلى، شعرها أنعم، بصي بشرتها حلوة إزاي، بصي جسمها حلو إزاي. فدماغك دايما استنتج إن أنا جسمي هو عبارة عن مشروع كده لازم يتصلح كله على بعضه، سواء شعري أو بشرتي أو جسمي عامة، علشان أستحق الحب.
تالت سبب معانا هو تحرش أو أذى جسدي، بمعنى إن ممكن يكون حد استغلك جسديا، أو حصل لك تحرش جنسي، لمسة بطريقة غلط، حتى بصة بطريقة مؤذية، فدماغك ممكن يقرر إن هو جسمك خطر، أو إن جسمي هو سبب الأذى بتاعي، فتبدأي تكرهيه أو تنفصلي عنه عاطفيا. رابع حاجة وأهم حاجة السوشيال ميديا والمقاييس الترند اللي مستحيلة أصلا. كل يوم نصحى على صور بنات بيرفكت قوي، جسمها مظبوط جدا، فلاتر، فوتوشوب، دايت ستوديو، فانت دايما تحسي انا لو مش شبههم يبقى انا مش كفايه، او لازم اعمل فيلر وبوتوكس والمش عارف ايه علشان اني انا اكون كويسه كفايه، او احس ان انا راضيه عن نفسي او كده. انا عايزه اسالك سؤال بسيط، انت اكتر ستات شفتيهم انوثه في حياتك، هل كلهم نفس الطول، نفس الوزن، نفس الشكل؟ مستحيل، هو اكيد لا. ولكن هتلاقي ممكن واحده انوثتها في ضحكتها، والتانية في هدوءها، والتالتة في طريقة كلامها، والرابعة في حركتها، وممكن تلاقي واحدة شاملة كل ده. فالأنوثة هي مش قالب واحد كده جامع كله، لأ، هي الأنوثة معناها انت لما تسمحي لنفسك تكوني انت جوه الجسم اللي عندك دلوقتي، ده الأنوثة. ده مش معناه انك ما تهتميش بصحتك عشان ما تفهموش كلامي غلط، وده مش معناه انك ما تاكليش كويس او ما تتحركيش، لا. هو في فرق كبير من انا بغير جسمي علشان انا بحبه وعايزاه له الافضل، وان انا اكون بصحه كويسه واكون خفيفه واكل اكل صحي واهتم بصحتي سواء النفسيه او الجسديه، وما بين اني انا بحارب جسمي علشان انا بكرهه وعايزاه يبقى جسم غير جسمي. فلما اجي اغير من حب انا بعمل خطوات ثابته وهاديه، والاهم رحيمه. انما لما اجي اغير من كره، تمام، او احساس عار، انا الطبيعي يفشل، ممكن ترجعي لجلد ذات متكرر وتفضلي تكرري نفس الحلقه المغلقه. طيب، اشهر جذوبه انا سمعتها، وفي بنات كتيره جدا جدا بتقولها لنفسها، اللي هو انا لما اخس ساعتها احب نفسي. عامه هي جمله اصلا انا لما هحب، دي مستحيلة. يعني لما حد يجي يقول لي لما اوصل للوزن اللي مش عارف ايه هحب نفسي، او لما بشرتي تبقى بيرفكت وجلوي قوي كده انا هحب نفسي، او من غير حبوب، لما شعري يبقى كده انا هحب نفسي، لا. ما هو انت لو وصلتي لده اصلا في صوت تاني هيطلع لك، انت كبرتي في السن. إيه، طب انت جسمك اتغير بعد الولادة، طب بطن الولادة دي هتعملي فيها ايه، طب في حاجة تانية انت لازم تعمليها. فدايما هتلاقي نفسك، آه، احساسك بقيمتك هو مش واصل بحاجة داخلية، هو إحساسك بقيمتك هتلاقيه دايما لو انت بالتفكير ده نابع عن حاجة خارجية، اللي هو أنا لما شكلي الفلاني يتغير فأنا هحب نفسي وهثق في نفسي وقيمتي الذاتية هتعلى. لا، هو مش هيحصل، هو عامة مش هيحصل، لأن طول ما قيمتك الذاتية مش جاية من جواكي انت أو نابعة من تقبلك لنفسك، عمر الحاجة اللي انت عايزاها ما هتحصل. وحتى نفرض ان هي حصلت مش هتكوني مبسوطة. فالحل هو مش انك توقفي انك تحسني في نفسك، لا، عايزاكي تبدأي تحسني في نفسك بس من جهة حب، مش من جهة كره او احساس بالعار او احساس بالدونية او كل ده، لا، انا مش عايزة ده. وانا عايزاكي تسيبي التحسن يطلع من قلبك فعلا، مش من فكرة ان الناس مش هتحبني كده، وان لو انا مثلا كنت بشرتي فيها حبوب او بشرتي فيها تجاعيد او كده الناس مش هتحبني، لا. ما هو ده طبيعي، كلنا لينا بشرات معينة، في منها الدهنية وفي منها الجف وفي منها المختلطة وفي منها الحساسة. ربنا ما خلقناش كلنا باسطمبة واحدة. فما تجيش تحكمي على نفسك من خلال مراية حد تاني، لان انت ما تعرفيش ورا الكواليس بتاعة الحد التاني ده، وظروفك غير ظروف. انت معاكي ممكن مثلا مبالغ بسيطة فبتمشي على قدك، هو معاه مبالغ اكبر شوية فيعرف يجيب حاجات براندات اكتر او غالية اكتر او تجيب افكت اكتر. الموضوع مش متساوي. طيب، قبل ما ندخل على التمارين العملية، أنا عايزاكي تعملي حاجة بسيطة بس خلال يوم يومين ثلاثة بالكتير. عايزاكي تراقبي نفسك. أول ما تبصي في المراية بتقولي لنفسك إيه؟ طيب، أنتي لما تيجي تلبسي هدومك يا ترى إيه الحوار اللي شغال في دماغك ما بينك وما بين نفسك؟ ولما تيجي تاكلي هل أنتي بتشتمي نفسك؟ اللي هو وبتجلدي نفسك وأنا أكلت كتير وأنا مش عارف إيه؟
ولا بتحاولي انك تستمتعي بالاكل؟ في فرق شاسع جدا جدا. عايزاكي تكتبي الجمل دي من غير فلترة، من غير ما تقولي لا انا مش بعمل كده وانا مش عارف ايه. لا، خليكي صريحة مع نفسك، محدش هيقرا الورقة بتاعتك او محدش هيقرا الاجابات بتاعتك، علشان انت ممكن بشكل كبير جدا تتفاجئي ان يمكن عمرك ما كلمتي حد بالقسوة اللي انت بتتكلمي بيها مع نفسك دلوقتي. والمشكلة انك بتعمليها كل يوم كأن هي شيء طبيعي، وانتي مش حاسة ان ده خطر وان ده هو اللي موديكي ورا الشمس. جسمك مش محتاج كل شوية دايت جديد وتجربي ده وتجربي ده وتجربي ده، لا، هو جسمك الأول محتاج انك تتصالحي معاه. طيب يا بوبو، ايه الخطوات العملية اللي اقدر ان انا اعملها علشان ارجع حبي لجسمي؟ مش هقولك حبي جسمك جسمك على طول كده، ولا حبي نفسك على طول وحالا وكده، ده مش واقعي اصلا يعني. ولكن انا هديك 5 خطوات صغيرة تبدأي بيها النهاردة. اول خطوة، لو انت مش قادرة تقولي لنفسك كلام حلو، او مش قادرة دلوقتي تقولي انا بحب جسمي، على الاقل بطلي توصلي له رسائل سلبية. يعني على الاقل بطلي تقولي انا وحشة، انا بشرتي سمرة، انا تخينة، انا مش عارف ايه. لا، بطلي توصلي له رسائل سلبية. حاولي تقولي له انا مش مبسوطة من شكلي دلوقتي، بس في نفس الوقت انا مش هأذي نفسي بالكلام، وهحاول هنحاول سوا انا وجسمي ان احنا ايه نتغلب على ده، ونشوف ايه المشاكل الصحية اللي عندنا، نروح نعمل تحاليل لو في مشاكل، ناكل اكل صحي، نتحرك شوية حلوين في اليوم من نص ساعة لساعة، نرقص يا ستي. تمام. المهم اني انا بعمل كل ده بحب. هتلاقي صعوبة في الاول، هتحسي انك بتضحكي على نفسك في الاول، بس طول ما انتي ماشية في الطريق ده في حد ذاته انجاز. الخطوة التانية، اشكري كل عضو من اعضاء جسمك او عضو واحد كل يوم. كل يوم بالليل كده هنختار عضو واحد في جسمنا نقعد نشكره ونمتن ليه. يعني مثلا ممكن تشكري رجليكي وتقولي لها شكرا يا رجليا انكم شايليني طول الوقت، او طول اليوم، او في كل الاوقات. شكرا يا عيني انكم بتخلوني اشوف الدنيا بتفاؤل وايجابية شوية. شكرا يا قلبي انك لسه بتنبض رغم كل حاجة مريت بيها. وشكرا يا ايديا انكم بتشتغلوا وتعملوا كل حاجة. مخك دايما بيركز على الغلط، فاحنا عايزين نعلمه ان هو يشوف النعم اللي موجودة دلوقتي عشان ما يفضلش يجيب لي سلبيات من المريخ. تالت خطوة، 5 حركة. مش هقولك 5 بريك المرة دي، لا، 5 حركة. بس مش بعقاب، انا عايزة كل حاجة تتعمل بحب. مش هقولك ساعتين رياضة ولا روح الجيم شيلي مش عارف كام وزن، لا. 5 رياضة، 5 حركة. اعملي ستريتشنج خفيف، امشي في البيت، اللي مش هقولك اقلبي البيت عشان ما تتعبيش. خلي حركة في جسمك، مثلا على أغنية هادية، أغنية بتحبيها، أغنية حماسية، رقص شرقي، زومبا يا ستي، أي حاجة. أو حتى لو هتحركي مثلا رقبتك وكتفك بالراحة كده 5 دقايق، المهم إنك بتتحركي مع جسمك مش ضده. فده الأهم علشان توصلي له رسائل أنا بحبك، وحتى لو إحنا على خلاف فإحنا هنبدأ إن إحنا نصلح علاقتنا واحدة واحدة، كأنك بتعاملي بيبي صغير أو بتعاملي حد بتحبيه أو بتتعاملي مع البيست فريند بتاعتك. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. الخطوة الرابعة، واقفة قدام مراية بدون نقط. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل كل حاجة بحب، مرة واحدة في الأسبوع يا ستي، مش عايزة كل يوم علشان ما يبقاش ضغط عليك. هتقفلي باب الأوضة وتقفي قدام المراية، بس ما تقفيش كتير عشان مش ناقصين، وبصي لنفسك، بصي لجسمك، تأملي كل حاجة فيه. لو انتي بطلتي انك تنتقدي كل ده، والله هتبقي مبسوطة، هتبقي فرحانة، هتتقبلي اصلا فكرة انا جسمي ده دلوقتي انا مش يعني ايه، ممكن يكون في عيوب ولكن انا متقبلاه رغم عيوبه، لاني طبيعية وانسانة، انا مش روبوت وانا مش ماريكان. انا مش كده، انا انسانة ربنا خلقني اوريدي فيه عيوب، وهنحتاج إن إحنا نتشافى منها. تمام. ونصلح الجروح ونعالج المعتقدات اللي إحنا اتربينا عليها والحاجات دي. لو قدرتي تقولي جملة حنينة مع نفسك خاصة في الأول، حرفيا حرفيا هتقدري إنك تكملي رحلة التشافي بسهولة. وحاولي تطبطبي على العضو اللي انت هتقعدي تصالحي معاه ده او هتقولي النعم بتاعته. حاولي تطبطبي عليه بحيث ان هو احنا في امان دلوقتي، مفيش خطر دلوقتي عشان تحميه، لا احنا في امان دلوقتي.
أنا في أمان دلوقتي، وتاخدي أنفاس عميقة كده، الموضوع هيفرق معاكِ جدًا، جدًا. طيب الخطوة الخامسة أو التمرين الخامس معانا، فلتري الناس اللي بتأذي ثقتِك في نفسِك. بمعنى إحنا عندنا نوعين من الناس، ناس مش هاقول لِك ناس مهزأة، لأ، ما الناس كلامهم عن جسمِك بيسبب لينا جرح مزمن، اللي هو الكلام السلبي اللي إحنا سمعناه من أهلِك، من أصحابِك، من جيرانِك، من أيًا كان مين البني آدمين دول، أي حد يوصّل لِك رسايل سلبية عن جسمِك ابعدي عنه، ولو أنتم مثلًا في نفس المكان حاولي تقللي الاحتكاك على قد ما تقدري. تاني نوع من أنواع الناس اللي إحنا عايزينها بقى، اللي هي ناس كلامها هادي، حنين، في نوع من أنواع التقبُّل اللي هو أنتِ جميلة وأنتِ حلوة مهما كان شكلِك، ومهما كان العيوب اللي فيكِ أنا قابلِك بكل حواراتِك. فاهمين أنتم الموضوع ده؟ الأول بقى الشخصية الأولانية دي إحنا هنحط حدود معاها، وعلشان نحاول لو نعرف نطلّعهم من اللهم صل على النبي، نطلّعهم من حياتنا يا ريت، بجد يا ريت. اسألي نفسِك مين أكتر شخص بيخلّي علاقتِك بجسمِك أسوأ، ومين أكتر شخص بيخلّيكِ تحسّي إنِّك جميلة مهما كان شكلِك. أنا ما باقولكيش اقطعي علاقاتِك، مش على طول كده لأ، خلّيها بالتدريج. فالشخصية الأولانية إحنا قُلنا إن إحنا هنحط حدود، مش كل كلمة أنا هاسمح إن هي تدخل قلبي أو إن أنا هاقتنع بيها أو إن أنا هاشوفها حقيقة، لأ، في عامةً في مسدجات كده الناس بتقولها اعرفي إن ده اللي جواهم هي مش حقيقتِك، هو ما لوش علاقة بيكِ أصلًا، تمام؟ فهُم علشان مش عارفين يواجهوا نفسهم، مش عارفين يواجهوا حقيقتهم، فبيطلّعوا البلا اللي فيهم فيهم، البلا اللي فيهم فيكِ، تمام؟ ده اسمه إسقاط عامةً. المهم مع الأشخاص التانية بقى حاولي تقرّبي منهم أكتر، بما إنهم بيقوّوكِ وبيخلّوا ثقتِك في نفسِك تزيد ويتقبّلوكِ الأهم يتقبّلوكِ زي ما أنتِ، اللي هو أنتِ شعرِك مش حلو أوي مثلًا wavy أو curly أو حتى لو straight، تمام؟ بشرتِك مش اللي هي الperfect أوي، عادي في حبوب بتطلع لِك وقت الperiod مثلًا أو كده، ده طبيعي. المهم إن هُم قابلينِك في كل الأحوال، دي ناس تقرّبي منهم أكتر عشان هُم ناس لذيذة. طيب نقطة كمان الأنوثة هي زي صاحبة البيت كده، بمعنى أنتِ روح ساكنة في جسم طبيعي، عايشة على الأرض. لو دماغِك دايمًا بتحارب جسمِك، صدقيني قلبِك مش هيرتاح، أنوثتِك أصلًا مش هتطلع، مش هتعرفي تطلّعيها. ليه؟ علشان هي الأنثى المتصالحة مع جسمها مش شرط تكون مثالية، وهي أكتر واحدة عارفة كده، بس حاسة إن هي صاحبة البيت جوّه جسمها مش عدو، أو حد تاني متحكم في جسمها تاني، وده بيخلّي حركتها أهدى، حضورها أعمق، نظرتها لنفسها أرحم بكتير أوي، أوي، من إن هي بتجلد نفسها. علاقتها بربنا أنقى لإن هي شايفة المنحة مش المحنة، تمام؟ فالحقيقة موضوع علاقتنا بجسمنا ده عميق جدًا، جدًا، لإن في جروح قديمة من الطفولة، في معتقدات مزروعة فينا من أهلنا، من صحابنا، من جيراننا، في علاقة ما بين الجسد والمتعة الحلال، لإن في م مغالطات كتير أوي بالموضوع ده. وفي علاقة ما بين الأكل والمشاعر. طبعًا كل ده محتاج مساحة أكبر من حلقة واحدة، وعلشان كده زي ما قُلت لكم قبل كده بافكّر إن أنا بعد ما نخلّص الكورس المجاني اللي هو 12 حلقة إن شاء الله، ممكن أفتح دورة أعمق عن الأنوثة تكون private ندخل فيها أكتر في جروح الجسد، عندنا الأكل والوزن من منظور نفسي، إيه هي المتعة الحلال وإيه هي علاقتها بالأنوثة أصلًا، طبعًا هيكون في تمارين شِفا أعمق من كده. فلو حاسة إن الموضوع ده مأثّر عليكِ فعلًا أو عايزة إنِّك تاخدي خطوة، اكتبي لي في الcomment أنا محتاجة النسخة الأعمق، علشان أول ما الدورة تجهز تكوني من أوائل الناس اللي توصل لِك التفاصيل. قبل بقى ما تقفلي الفيديو أنا عايزة منِّك حاجتين، أول حاجة إنِّك تكتبي في ورقة إيه أكتر جملة باقولها لجسمي كل يوم، وخلّيها قدّامِك أسبوع علشان تبطّلي تقوليها. تاني تمرين أو تاني حاجة هاطلبها منِّك إنِّك تختاري تمرين واحد بس من ال5 اللي إحنا اتفقنا عليهم وعملناهم النهارده، واعمليهم برضه النهارده. ولو حاسة إن الحلقة دي لمست حاجة قديمة جواكِ، اعملي share لصاحبتِك اللي دايمًا بتجلد نفسها في المراية. ويمكن الحلقة دي تكون بداية رحلة جديدة ليكِ وليها ولينا كلنا، وافتكري دايمًا إن جسمِك مش عدوِّك، جسمِك بيت روحِك، لمّا ترجعي تحبي البيت الأنوثة هترجع تسكن فيه. أشوفِك في حلقة جديدة.